اي واحد كيستافد من الدعم الاجتماعي المباشر ولا متضامن راك معرض يتقطع لك الدعم الا ما رديتيش من البال من هاد الامور اللي غادي نشارك معاك في هذا الفيديو. الاخوان مرحبا بكم في قناتكم الاخوان. درتها خصيصا للناس اللي كيستافدوا من من الدعم ومهم من هادشي ديال حيت كيواجهوا الناس بزاف ديال المشاكل الاخوان. في هاد الامور هذه انا كنجيب لكم الحلول الاخوان، كنجرب حيت الحمد لله كنواكب بزاف ديال الناس، كنواكب ليهم الملفات ديالهم وكنحل لهم جميع المشاكل اللي كيتعلقوا بالدعم الاجتماعي المباشر وامو التضامن. علاش انك مهدد بالقطع باش يتقطع لك الدعم الاجتماعي المباشر ولا امو التضامن كما تيبان لكم دابا في الصوره الاخوان. هذه الصوره هذه صيفطات لواحد الشخص كان كيستافد عادي من امو التضامن، وصيفطوا ليه هذه كيقولوا ليه الاخوان راك تقطع لك امو تضامن، عفوا الاخوان تقطع لك امو تضامن. اشنو السبب وعلاش نتوما خصكم تردوا البال باش ما يتقطعش لكم الامو تضامن ديالكم ولا باش ما يتقطع لكم الدعم الاجتماعي المباشر وامو تضامن؟ المشكل اشنا هو الاخوان؟ باش تعرفوا المؤشر الاقتصادي ولا المؤشر الاجتماعي ديالكم الاخوان اللي كيكون خصو يكون اقل من 9.32 باش تستافدوا من امو تضامن، وخصو يكون اقل من 9.74 باش تستافدوا من الدعم الاجتماعي المباشر. علاش الاخوان ذكرت لكم المؤشر وجاب حنا دزنا من هذه الامور وقبلونا في امو وقبلونا في الدعم الاجتماعي المباشر؟ علاش جبت لنا الموضوع ديال المؤشر؟ سمعونا الاخوان، سمعوني اخواتاتي اخوتي الناس اللي كيستافدوا من هذا الشيء اللي قلت لكم. راه المؤشر ما كيبقاش ثابت. مثلا اليوم عندي مثلا 9.20 على سبيل المثال ولا 8.50. المهم اي مؤشر كان عندك وكان مزيان ومستفد من جميع الامور، المؤشر راه كيتغير مع الوقت الاخوان، كيتغير مع الوقت. راه هما تيديروا لي ميزاجور الاخوان على حسب الحاله ديال الشخص وعلى حسب كانتهم. علاش مثلا فهاد الشخص الاخوان اللي وريتكم هذا الميساج اللي وريتكم في الاول، هذا الشخص الاخوان راه كان عادي حتى هو اقل من 9.32 كيستافد من امو، كان كيستافد من الدعم الاجتماعي المباشر. ولكن اشنو السبب اللي خلات الدوله ولا الناس اللي قايمين بامو تضامن انه يحبسوا ليه ولا الناس اللاصينيسي؟ علاش؟ حيت المؤشر الاجتماعي ديالو فجاه طلع المؤشر الاخوان ما بقاش قل من العتبه ديال الاستفاده. وانتم اشنو غديروا؟ الحل الاخوان انه دائما تعقد دخلوا السجل الوطني الموحد. طريقه الدخول للسجل الوطني الموحد، دخلوا بالمعلومات ديال رب الاسره وشوفوا المؤشر كل مره بقى تطلعوا المؤشر ديالكم. في حاله شتيه كيطلع عاود دير تحييل طريقه التحييل غنشرحها لكم الا ما كنتوش عارفين قولوا لي في لي كومونتير. كدير تحيين المعلومات باش ينزل المؤشر ديالك، باش ما يبقاش طالع تيصيفطوا لك تنشا ميساج يقولوا لك راه حبسنا عليك امو ولا مثلا حبسنا عليك الدعم. هادشي علاش درت هذا الفيديو الاخوان، باش الناس ما يطيحوش في نفس المشكل اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس وما لقاوش اللي يوريهم ولا اللي ينصحهم كما كنصحكم الاخوان في هذه القناه هذه. اذا الا كنتي مستافد من هذا المحتوى ما فيها بس دير لايك باش يوصل لخوتك حتى هما اللي كيستافدوا من هذه الامور باش ما يتقطعوش لهم الاخوان، واشترك في القناه باش دائما توصل بالجديد ديالنا. وكما قلت لكم الاخوان كتدخلوا السجل الوطني الموحد، الملف ديال رب الاسره سواء كان الاب ديالك ولا الام ديالك ولا مثلا انت بالضبط هما اللي دايرين رب الاسره في لي زونفو ولا المعلومات اللي عطيتوهم في المقاطعه، كتدخلوا بنفس المعلومات. الطريقه راه سهله، وملي كتدخلوا الاخوان راه كتحطوا المعلومات ديالكم وكديروا طلب تحيين الا كان المؤشر شتوه طالع. ما الا كان مزيان راه لا خوف عليكم، ما تخافوا من حتى شي حاجه. خصو مره مثلا جلس شهرين وطلع المؤشر ديالكم الا شتوه نازل راه مزيان، وفي حاله وما كنظنش غينزل الا ما طلعش. المهم نتوما شتوه مزيان راه الحمد لله ما عندكم حتى شي مشكل. والا شتوه غادي كيطلع ولا شي حاجه كما قلت لكم غتمشيو ديروا تحيين المعلومات ديالكم باش ينزل لكم المؤشر. والطريقه راه سهله الا ما كنتوش عارفينها نزلوا لي كومونتير قولوا لي خويا رضوان هاد القناه راه ديالكم الاخوان، اي حاجه ما فهمتوش ولا بغيتو نشرحها لكم كتبوها لي في لي كومونتير، غدا ندير لكم عليها فيديو ما عنديش المشكل. حيت هاد القناه بالاخص الاول درتها للناس اللي ما عارفين منين غيدخلوا لهذا الشيء ولا باش يحلوا المشاكل اللي تيواجههم. حيت علاش كتمشي عند مول المكتبه
ولا مول كاتب عمومي ولا مول السيبر تيبقى يتنفخ عليك بحال ما عرفتش بغى يعطيك هو الدعم ولا الامو من جيبو، انت اصلا غادي عنده باغي تخلصو كيبدا يتفال عليك. وراه قالها واحد السيد الاخوان بدون ذكر الاسماء، قال لك هذا الدعم ولا كيتحكم فيه مول المكتبه. علاش كتقول ليه باغي نستافد انا عندي كذا؟ كيقول انت اصلا ما غتستافدش حيت عندك، وانت اش عرفك؟ صوب لي انا الامور ديالي وغندفع الناس المختصين ديال الدوله اللي مكلفين بهذا الشيء، وهما غيجاوبوني واش انا نقدر نستافد من الدعم الاجتماعي المباشر اللي عطاتنا الدوله ولا ما غاديش نستافد. ما باش انت تجي تحكم عليا انا اصلا باقي ما صوتش وريقاتي باقي ما دفعتش، راه حشومه. الناس دراوش خصكم تعاونوا معاهم باش يدفعوا. راه الناس الا تزادتوا غير 500 درهم في الخلصه ديالو كما ذكرت لكم في فيديو قديم، مثلا بنادم دابا كتدخل عنده 1000 درهم الشهر، كاينين دراوش راه كيدخل لي اقل من 1000 درهم. الا تزادتوا مثلا 500 ولا 600 ولا 700 درهم، راه الحمد لله راه غادي تقضي ليه بزاف ديال الامور. راه كاين الناس الاخوان راه دراوش، الله يحسن العون والله يستر الجميع. هذا هو الموضوع ديال الفيديو الاخوان. ما بغيتش الصراحه نكون في راسي هذا الشيء ونخليه عندي، بغيت نشاركه معكم باش لعل وعسى يفيد واخا غير 10% ديال الناس اللي غادي يتفرجوا في الفيديو.